أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. رسميا عاجل حبس وترحيل مرتضى منصور ورفض الطعن اللي كان مقدمه، ودلوقتي نقدر نقول كل واحد اتخاط في عرضه وفي عرض أمهاته. كل واحد سمع كلام بذيء وكان مكسوف وهو قاعد في وسط عياله وفي وسط أهله. الحق رجع. شهر بقى 5 أيام اسمه اتحبس علشان الأجيال اللي كبرت وشافت إن اللي بيغلط ما بيتحاسبش. جه الوقت إن احنا نقول لهم لأ. جه الوقت اللي احنا نقوله إن اللي ظالم بيجيله يوم وبيترد ظلمه وبيتعاقب عليه. جه اليوم اللي نقول إن الغلط ما بيكملش، ما بيستمرش. حد بيقول لي أصل هو في الطريق اغمى عليه او صحته ساءت هيودوه مستشفى، هقول لك عارفين ان ده هيحصل. يقضي الشهر ده في مستشفى، يقضيه في قصر، اسمه محبوس، اسمه تعاقب، اسمه ان منصبه من نادي الزمالك هيبقى خلاص معزول، لان لائحيا وقانونا ما ينفعش واحد محكوم بحكم ويكمل في منصبه كده. المفروض رسميا ما عادش يكون في نادي الزمالك كرئيس او في اي مكان رياضي. وده الا بقى لو يعني اللي كانوا مخليين المشهد ماشي كده شافوا لها ثغرات وعملوا لوائح جديدة علشان يكون موجود تاني. بس ان شاء الله زي ما كنا واقفين وزي ما كنا بنقول على الصح صح والغلط غلط احنا مكملين. انا يعني في فيديو ليه في المحكمة وانهياره وكل الحاجات دي كلها، بس لكن ما تعودناش نهاجم في وقت ضعف الشخص اللي احنا بنهاجمه. هو حاليا ورا الاسوار، هو دلوقتي بيقضي المدة اللي اتحكم عليه بيها. هو حاليا في موقف ضعف، علشان كده لا ههاجم ولا هجيب فيديو وهو بيتكلم ولا هجيب بوسته اللي منزله على الفيس قبل يعني تحس ان هو عارف اللي هيحصل وكاتب بوست وكان مستني بس الانتر عشان ينزل. تحس ان هو بيقول لك لاول مره في التاريخ رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لا، المفروض تقول ان كابتن محمود الخطيب سجن الاستاذ مرتضى منصور اللي ياما تطاول، اللي ما خلاش، اللي ما فيش حد ما جابش في سيرته غلط في كل الامهات، اللي ليه فيديو ناشر وياما هو طلع وقال ده مزور اللي بيغلط في كل رجالة مصر. جه الوقت ان اللي يغلط يتحاسب. اللهم لا شماتة، ربنا ما يجعلنا من الشامتين. بس ياما ناس اتخرب بيتها، ياما ناس اتحبست، ياما ناس يعني عليها احكام يعني بسنين السنين، ياما ناس عليها قضايا بالالوفات. في منهم اللي كمل طريقه وفضل النفس الاخير، وفي ناس يعني تراجعت وما قدرتش تكمل. وانا بالنسبه لي لا هلوم على حد ولا هقول لحد ان هو اتصالح. كل واحد عنده طاقته، كل واحد ادرى بظروفه. بس الحمد لله ان لما اخويا يكون قاعد جنبي ويسمع لفظ سيء يعرف ان اللي هيقول اللفظ ده هيتحاسب عليه، ان اللي بيغلط هيتحاسب، وان الكل ظالم يوم والكل مظلوم هيجيله وقت ربنا يعني يرطب قلبه كده ويطبطب عليه ويقول له حقك هيجيلك. وانا الحمد لله لا كنت طرف ولا كان هو في خصومة ولا اي حاجة. الفكرة كلها ان احنا كنا رافضين اللي بيحصل، كنا رافضين الايحاءات الجنسية وخوض الاعراض والشتيمة في كل الناس وهتك الاعراض بلسانه. ده اللي احنا كنا رافضينه. ما خدناهاش لا شهرة ولا محتوى بنقدمه. يعني الواحد بس كان نفسه يجي اليوم اللي يبطل يسمع الحاجات دي كلها. والناس اللي ياما هزت راسها وفضلت تطاطي، والناس اللي هي كانوا بينصروا من الباطل وهم عارفين ان هو باطل والحاجات دي كلها، مصيرهم ايه دلوقتي؟ الايام هي الكفيلة، هي اللي تعرفنا ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن زي ما قلت، ولو هيتحبس يوم واحد ولو هيتحبس ساعة واحدة اسمه اتحبس، اسمه تعاقب، اسمه ان اللي عمله في حياته او القضية اللي اترفعت عليه وفي تجاوزات بالفيديو وبالصوت وبالصورة اتعاقب عليها. ده اللي يهمني انا كصهيب. اما بقى اللي هيحصل بعد كده هيكمل ولا مش هيكمل، ده لكل وقت اذانه زي ما بنقول.
اما نادي الزمالك النهارده عشان ما حدش يقول لك المؤامره ويوم ماتش الزمالك اتحبس والكلام ده كله، القضيه او الجلسه يعني من شهرين فاتوا، عارفين ميعادها النهارده. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، استاذ مرتضى منصور ما كانش هينزل يلعب مع اللعيبه في الملعب، فاللعيبه تركز. واحد يقول لي ايه يا صهيب هو انت بتشجع الزمالك؟ اقول لك النهارده اتمنى ان الزمالك ربنا يكرمه. ايوه انا النهارده بشجع الزمالك. عمرنا ما كنا ضد نادي الزمالك، كنا ضد تصرفات بعض الناس المسؤولة على نادي الزمالك. اما الزمالك نادي مصري، في المنافسة في الدوري ما اتمناش انه يكسب علشان الفرق بيفرق، وانا بالنسبة لي عايز اخد الدوري، لكن في حاجة بتمثل مصر والاندية المصرية انا في ظهر نادي الزمالك وربنا يكرمه، واتمنى انه يبقى النهائي اهلي وزمالك، ووقتها برضو الاهلي ياخد البطولة. ده كله نتفق نختلف عليه، لكن الغلط مفيش حد بيتفق عليه، والصح لازم الناس كلها تكون في ظهره علشان لا يصح إلا الصحيح. ومبروك لكل أم اتخاض في عرضها، مبروك لكل شخص اتظلم، وربنا يجعل الأيام اللي جاية كلها خير. وإن شاء الله أشوفكم بعد ماتش الأهلي أو بعد ماتش الزمالك، حسب يعني الدنيا ما تبقى ماشية معانا ازاي. ونتمنى النهاردة ربنا يكرم الأهلي. طبعا الحلقة يعني مختلفة، ما فيهاش إفيهات، ما فيهاش أي حاجة، لأن الواحد فعلا يعني مبسوط، مبسوط ومش شمتان. في فرق إنك تشمت في واحد، وفي فرق إنك فرحان إن الحق رجع للمظلوم والظالم خد عقوبته. وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. تحياتي لحضرتك.